حميد، عضو لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية ومدير ومؤسس ملتقى الهناء. مساء الخير على حضراتكم. الحقيقه يعني انا ما حضرتش كلمه، ولكن الكلمات اللي اتقالت وخاصه الاستاذ محمد بيومي سياده اللواء محمود خليفه، انا سعيده جدا، بقالنا كتير لما نلتقي، سعيده جدا ان انا شفت حضرتك النهارده، وابونا طبعا رمية مكرم وكل الزملاء في لجنه الشباب بيت العائله المصريه. الحقيقه برحب بكل اسر الشهداء، كل والده ووالد شهيد وزوج شهيد واخ شهيد. الحقيقه مفيش كلام ممكن يتقال. طبعا احنا بيت العائله المصريه اللي بتتواكب دايما اعيادنا، وحتى شهر رمضان السنه دي والصوم الكبير بيتواكبوا ويتزامنوا مع بعض في نفس الوقت يوم 11 مارس. تخيلوا كل احداثنا واعيادنا يعني في تقريبا في منتصف القرن العشرين و2015 تزامن عيد القيامه وعيد الفطر المبارك، وتم توثيق هذا الحدث من خلال امير شعراء العصر الحديث احمد شوقي، وقال: عهدتنا والقبط الا امه للارض قاطبه تروم مرام، نعلي تعاليم المسيح لاجلهم ويوقرون لاجلنا الاسلام. في 19 سنه 19 سيد درويش قال: إن كان بدك تخدم مصر والدنيا وتتعلم، لا تقول نصراني ولا مسلم ولا يهودي، يا شيخ اتعلم اللي أوطانهم تجمعهم، عمر الأديان ما تفرقهم. هو ده بيت العائلة المصرية. لما سيادة اللي هو اتكلم عن اللي هو زكي باقي واللي هو متري ومحمد واحمد وعزيز، كل الاسماء دي كلها اختلطت الدماء في حرب 73. عايزين نقول تحيه امتنان واعزاز واكبار لكل شهداء مصر الابرار من 73 الى الان، لحد ما احمد الهواري الرائد الشهيد، لحد محمد فؤاد شحاته الرائد. يعني انا محمد فؤاد شحاته يمكن الشهيد الرائد، يمكن انا شاركت في تربيته وكان صغير، وكان يعني والده موجود معانا. طبعا كل الشهداء ولادنا ولولاهم ما كنا هنا، لولاهم ما كناش هنحتفل ونحتفي بكل احداثنا، وما كناش في تعمير ولا كان في مشروعات قوميه كبرى، ولا كنا بنمشي ولا نأمن ولا نذهب ولا نجيء ولا نشوف، ولا اولادنا يروحوا كلياتهم ومدارسهم، ما كناش عشنا بهذا الامن والامان. احنا بنمشي وكلنا ثقه وكلنا فخر. فتحيه لكل اسر الشهداء. وجودنا وسطكم النهارده هو فخر لينا، ويمكن تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا. انا يمكن قلت للاعلاميه القديره، احنا النهارده فعلا مش مختارين اي اعلاميه تقدم هذا اللقاء. امل النعمان، يعني ما حدش عارف هذه القيمه الاعلاميه القديره. وقناه النيل الاخبار، قناه مصر كلها، اللغه الرصينه ونقول الخبر الموثوق فيه، هي امل نعمان. بدون اي القاب فهي من الاعلام، والاعلام يعني لا تعلل ابدا. بشكر دكتوره جيهان رجب. ودكتوره جيهان على فكره مش بس عضوه لجنه الشباب ببيت العائله المصريه، ده مستشار نائب رئيس جامعه عين شمس، وقامه كبيره جدا، وبنعتز بوجودها معانا الدكتوره اميره، الاستاذه الدكتوره اميره جمال، وهي استاذ الصحه العامه بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. معانا في استاذ كرم طبعا، معانا يعني زمايلنا الباشمهندس ممدوح دايما بيوثق كل لقاءاتنا ومجهود جبار، استاذ مدحت، خالد سمره، استاذنا الكبير اللي دايما بيدعم هذه اللجنه وياخدنا بعربيات ويسافر بينا بكل المحافظات، استاذ الدكتور محمد عبد الفتاح، وهو رئيس اللجنه العلميه للاتحاد
فاتح لنا النادي، وهذا النادي العريق اللي دايما بنتشرف بوجودنا معاه، وهو قامه كبيره. استاذ محمد بيومي اللي دايما الحقيقه يعني كل فعالياتنا بنكون يعني بيرحب بيها، وبنكون دائما وابدا شركاء في هذا النادي العريق. اما وجود النائبه ميسة عطوة فهو شرف عظيم لينا بجد. يعني انت الحقيقه يعني قامه كبيره جدا في البرلمان المصري، ونقول من اهم المكتسبات اللي احنا اكتسبناها ان احنا عندنا نائبات بهذا القدر تحت قبه البرلمان. اما بقى استاذنا نقول الداعم والمشجع واللي معانا في كل مكان دائما وابدا في ظهرنا في كل الاماكن وفي كل نقول الدنيا كلها، تحس ان وراك ظهر بجد، ظهر اخ، ومش عايزه اقول اب عشان ما كبروش، استاذنا القاضي الحسن الويدي. مهما قلت من كلمات مش ممكن توفيك حقك وقدرك عندنا كلنا بجد. يعني هو الراعي لينا كلنا، مثقفين، اعلاميين. امل هتشاركني اكيد يمكن واكتر، فكل التحيه لاسر الشهداء، واللي اتمنى يمكن يعني شاركتني الاعلاميه القديره امل النعمان وقالت لي احنا لازم نسمع كلمات اهالي الشهداء طبعا لمن يريد، فهديها الميكروفون وهي تتصرف. اتفضلي. طبعا ناهد، بس بما اني يعني